السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضارة المصرية القديمة ليها معالم أساسية بتميزها عن باقي الحضارات العالم القديم، وأهم المعالم دي هي الأهرامات اللي عجز العالم حتى الآن عن إيجاد تفسير علمي قوي عن كيفية بنائها. تعالوا مع بعض نتكلم النهاردة عن جزء آخر من أجزاء الحضارة الفرعونية، وهو عصر بناة الأهرامات. هرم سقارة أو هرم الملك زوسر أقدم هرم بني في التاريخ. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك الجديد إن شاء الله. الملك زوسر أو نيت جريخت مؤسس الأسرة الثالث، وهو ابن الملك خعس مخي والملكة نيماعة حاب، هو باني الهرم. وذكر المؤرخ الفرعوني مانيتون أن الملك زوسر حكم مصر لمدة 29 سنة، من 2640 قبل الميلاد حتى 2611 قبل الميلاد، وكان من أعظم ملوك الحضارة الفرعونية. بناء الهرم هو أول هرم تم بناؤه في مصر، وصممه المهندس والوزير أمحتب، وهو أقرب إلى مقابر المصطبة في فترة الأسرات المبكرة. والمكان عبارة عن مجمع كامل ويسمى مجمع هرم زوسر بسقارة، وهو يعتبر مجمع من أكبر المجمعات في مصر، حيث يحتوي على مباني خاصة بالاحتفالات والأعياد الرسمية، بالإضافة لمعابد جنائزية لعبادة المعتقدات الدينية في الحضارة المصرية القديمة. وأول مكوناتها هو هرم سقارة مدرج. ارتفاع الهرم بيبلغ 63 متر، وقاعدة الهرم 125 متر في 109 متر، وتم بناؤه بالتحديد في القرن ال27 قبل الميلاد. والسبب الرئيسي لبنائه هو ليكون مقبرة للملك زوسر. والهرم كان مغطى بالحجر الجيري الأبيض عند بنائه، ويعتبر أقدم هرم بني عبر تاريخ الحضارة الفرعونية وعبر تاريخ العالم كله. بيحتوي على عدة ممرات بطول 365 متر، بالإضافة إلى 400 غرفة تحت الأرض، منها حجرات للدفع وغرف وهمية لمنع سرقة المومياوات من لصوص المقابر. كما أنه بيحتوي على 40,000 رسمة فرعونية على حائط الممرات الطويلة. وتم الكشف عن 2 تابوت داخل الهرم تحتوي على عظام للأمراء. واستخدم حوالي 2 مليون طن من الحجارة لبناء المصطبة رقم 5 و6 فقط. ويعتبر المصريين القدماء أول من استخدم تقنية تقطيع الحجارة في الفترة عام 2650 قبل الميلاد. المهندس المسؤول عن بنائه المهندس أمحتب، هو اللي صمم وأنشأ هرم سقارة، اللي كان نابغة زمانه في العلوم والهندسة، فكان مهندس وفلكي وكاتب وحكيم وكاهن أيضا. ترقى في المناصب حتى قربه الملك زوسر وأصبح وزيره والشخص المقرب ليه، حتى إن الأثريين وجدوا اسمه منحوت على قاعدة تمثال للملك زوسر. وقد قدس أمحتب بعد ذلك وأصبح اسمه خالد في التاريخ، حتى إنه عبد في بعض العصور المتأخرة، واعتبروه الإغريق إله للطب والعلوم. هرم زوسر وهرم زوسر موجود في منطقة سقارة القريبة من المقابر الفرعونية للأسرة الثانية ومصاطب الأسرة الأولى، اللي اعتبرت مدينة جنائزية لإنشاء المقابر بيها. وده كان السبب الرئيسي في إنشاء هرم سقارة في هذه المنطقة. اكتشاف هرم زوسر. تم اكتشاف مدخل هرم زوسر عام 1821، كما تم الكشف عن بقايا مومياء فرعونية تبقى منها جمجمة وكعبي القدم مغطاة بالذهب الخالص، بالإضافة إلى اكتشاف حجرات وممرات ومجموعة من مومياوات فرعونية في الهرم عام 1837 من خلال بعثة التنقيب للباحث الأثري جون بيرلينغ. وفي عام 1934 تم العثور على حجرة المقبرة الرئيسية للهرم، وفيها مومياوات كتيرة تبين إنها لمجموعة أشخاص تم دفنهم بالمقبرة من العصر البطلمي. وأعيد ترميم السور المحيط بالهرم بفناء الهرم المدرج تحت قيادة العالم الأثري لور مكارثة. ثم تم اكتشاف مجموعة من الأنفاق تحت الهرم من خلال بعثة من دولة ليتوانيا عام 2001. أما عن تخطيط الهرم، فقاعدة الهرم مدرجة مستطيلة تتكون من 6 مصاطب ذات واجهات خارجية بتحتوي على تجويفات رأسية من الداخل، وبها نقوشات ورسومات وأعمدة متصلة بعضها تحتوي على فتحات رأسية الشكل، بالإضافة إلى أعمدة بتيجان على شكل زهرة اللوتس المفتوحة، وبيها أيضا بعض النقوش. وقد تم بناء الهرم على 6 مراحل، كل مصطبة على حدة حتى اكتمل البناء. ففي المرحلة الأولى تم بناء المصطبة الأولى ودهاليز حجرة الدفن للملك زوسر، اللي بيبلغ طولها حوالي 63 متر وارتفاعها 8 متر. أما المرحلة الثانية فتم بناء المصطبة الثانية اللي بتحتوي على 11 غرفة بالاتجاه الشرقي، وطول الضلع فيها 72 متر والارتفاع 7 متر. أما المرحلة الثالثة فتم بناء المصطبة الثالثة لتغطي ممرات ودهاليز الجزء الشرقي من الهرم، اللي طول ضلعه بيبلغ 80 متر والارتفاع حوالي 5 متر.
المرحلة الرابعة بني فيها 3 درجات فوق بعض حتى بلغ طول الضلع 86 متر في ارتفاع 77 متر، وتم إضافة الأحجار بزاوية مائلة 17 درجة لتغطية حجم الهرم الأساسي مع الربط بينهم لتظهر بشكل متماسك وقوي. والمرحلة الخامسة تم تغطية الهرم بقاعدة 119 متر في 107 متر، وتم بناء مدخل في الاتجاه الشمالي وبناء معبد جنائزي فوق الأرض بجواره، بالإضافة لتغطية المدخل الرئيسي للهرم. في المرحلة السادسة تم توسيع الهرم حتى أصبح طول الضلع 109 متر في 125، ويوجد 3 لوحات منحوتة على الجدران للملك زوسر أثناء الاحتفالات الرسمية، وحجرة دفن الملك زوسر مغلقة ب4 طبقات من حجر الجرانيت الأحمر، وتم العثور على تمثال الملك في غرفة الدفن بالإضافة لمومياء وتابوت للملك زوسر. كما أن هرم الملك زوسر محاط بمحراب للعبادة ومجموعة من الدهاليز تحت الأرض متصلة ببعضها تحت عمق 27 متر. 2. الخندق الكبير، تم بناء خندق بعمق 40 متر وطول 750 متر حول هرم الملك زوسر، والخندق حاليا مغطى بالرمال بالكامل، ويوجد هرم ملك استركاف وهرم ملك أوناس على جوانب الخندق المحيط بالهرم المدرج. الجدار، تم بناء جدار كبير حول مجمع هرم الملك زوسر بطول 1645 متر وارتفاع 11 متر من أحجار الجير، بالإضافة لبناء 14 باب داخل الجدار وبناء مدخل رئيسي من الاتجاه الشرقي الجنوبي. كما تم بناء المجمع على مساحة تقدر بحوالي 30 فدان بطول 545 متر وعرض 278 متر. كما تم بناء بوابة برج من الحجر لكل 4 متر. المدخل الرئيسي للمجمع من باب دخول وبهو من الأعمدة يتكون من 20 زوج من أعمدة حجرية بارتفاع 6 متر. كما أنه يوجد تصميم للأعمدة على شكل زيقان لنباتات طويلة الشكل اللي بتمثل محاريب. وفي الاتجاه الغربي نجد الساحة الجنوبية بتحتوي على 4 أعمدة، وتم العثور على بقايا من تمثال الملك زوسر بالإضافة لمجموعة برديات بتحتوي على نصوص تؤكد أن المهندس أمحطب هو من قام بالتصميم والإشراف على بناء الهرم والمجمع المحيط به بالكامل. المقبرة الجنوبية، المقبرة الجنوبية في مجمع الملك زوسر تم بناء المقبرة من الحجر الجيري بشكل مستطيل من حجر الجرانيت الأحمر، وبها محراب خاص للعبادة وبعض الرسومات لرؤوس ثعبان الكبرى بمداخل وأسقف المقبرة. ويوجد مدخل بالمقبرة يوجهك إلى حجرة الدفن بطول 2 متر تقريبا، وبيحتوي على غرفة مناورة مشابهة لغرفة الهرم، ثم ممر يصل إلى رواق مزين بالفانيس الأزرق على الجدران ورسومات للملك زوسر على الأبواب الوهمية أثناء احتفاله بعيد السد. وحتى الآن لم يحدد سبب بناء المقبرة الجنوبية بالمجمع، هل هي مقبرة وهمية أو هل هي مقبرة احتياطية أم هل هي مقبرة مصغرة للملك زوسر، وهل تم استخدامها للدفن فعلا أم لا؟ لا أحد يعرف حتى الآن. المعبد تم اكتشافه عن طريق عالم الآثار جين لاور، وتم بناء المعبد من القوالب الحجرية، والمعبد عبارة عن بهو صغير بأعمدة في المدخل بيحتوي على غرفة أمامية وصالة بشكل مربع، وعدد 3 بهو وسقف من الحجر الجيري مرتكز على أعمدة. المعبد الجنائزي تم بناء المعبد من الحجر الجيري الأبيض لتقديس الملك زوسر في الاتجاه الشمالي من الهرم، وكان المعبد بيتكون من باب خشبي ثم عمودين وعدة حجرات داخلية في الاتجاه الغربي بسلم سري يؤدي للهرم من الداخل، وفناء آخر في الاتجاه الشرقي. وتم العثور على بقايا تماثيل الملك زوسر موجودة بجوار المعبد الجنائزي. سرداب سري، يتكون السرداب السري من غرفة من الحجارة المصقولة بزاوية ميل 17 درجة، وتم العثور داخل السرداب على تمثال كامل بالحجم الطبيعي من الحجر الجيري للملك زوسر يجلس على العرش. المقصورة الشمالية تحتوي على فناء صغير وبها بئر لبهو كبير تحت الأرض. الأروقة الغربية، في مجمع زوسر تم بناء الأروقة الثلاثة من بقايا أحجار الهرم المدرج، ويوجد تحت الأروقة 400 غرفة كانت تستخدم كمخازن وبعضها وهمية لتضليل لصوص المقابر. وده كان وصف مجمع هرم زوسر بتفصيل. خلصت حلقة اليوم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد إن شاء الله، والى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.